السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان؟ مرحبا بكم في قناتي اللي غادي تكون مختصة في قضايا عربية وأجنبية اللي كنتمنى تعجبكم إن شاء الله يا ربي. قضية اليوم هي قضية صينية اللي انتشرت بزاف في الصين وفي العالم بسبب البشاعة ديالها. أبي تشوي عارضة أزياء اللي تحولات لشربة، كيفاش وعلاش أجي نعاود ليكم. المهم أبي تشوي هي واحد البنت اللي تولدات في الصين، بالضبط في مدينة هونغ كونغ. أبي كانت عايشة في واحد البلاصة فاخرة مخصصة غير الناس اللي لاباس عليهم. عائلتها كان عندهم شركة بناء، خدمتهم كانت غادية مزيان، كانوا من الناس اللي ملعقين ديال بصح. وهذا الشيء اللي خلى أبي تعيش حياة زوينة ومريحة من الطفولة ديالها. وخا هذا الشيء كامل، أبي كانت بنت ظريفة ومتواضعة وعزيز عليها دير الخير. أبي كان عندها واحد الحلم من الصغر ديالها اللي هي أنها تكون عارضة أزياء مشهورة في الصين وفي العالم كله. كان ديما عزيز عليها تصمم أزياء وتلبس ودير مكياج وتنشر الصور ديالها على مواقع التواصل الاجتماعي. وحيت هي كانت بنت زوينة ورشيقة، جذبت بزاف ديال المتابعين في مدة قصيرة. وماشي غير هاد الشيء، حتى بعض المجلات العالمية عجبتهم وبغاو يخدموا معاها. وفي عمر صغير بدات كتعرض لأهم المجلات العالمية من بينهم فوغ. وبشوية بشوية بدات كتنجح في هذا المجال حتى ولات من أشهر العارضات. وصلت الثروة ديالها لأكثر من 100 مليون دولار صيني، هادشي من غير الثروة ديال عائلتها. يعني صراحة دارت فلوس ديال بصح. كانت عايشة حياة الرفاهية، كانت عايشة في قصر وكتسوق غير الحديد الغالي. المعارف ديالها كلهم غير من المشاهير في الصين، في هونغ كونغ بالضبط. واخا هاد الشهرة كاملة اللي حققتها والفلوس، أبي كانت ناجحة في العلاقات العائلية ديالها، حيت الشخصية ديالها زوينة صراحة ومتواضعة. أبي في عمر 18 عام تزوجات من صديق الطفولة ديالها اللي كان سميتو أليكس كوان. أليكس كان من عائلة متوسطة. أليكس كان أقل ماديا بزاف من أبي، واخا هكذا كانوا كيبغيو بعضياتهم، ولكن مع المدة بدات كتبان الفروق المادي اللي بيناتهم. وهنا بدات المشاكل اللي بينهم اللي خلات مدة الزواج ديالهم ما يطولش، وطلقوا في 2016 من بعد 4 سنين ديال الزواج. وكان عندهم 2 وليدات، بنت وولد. وخا كاع داكشي اللي وقع بيناتهم، أبي وأليكس بقوا أصدقاء من بعد الطلاق، كيتواصلوا كيخرجوا مجموعين مع ولادهم. المهم بقات العلاقة زوينة بيناتهم، وماشي غير مع طليقها، حتى مع العائلة ديالو اللي هما باه وامو وخوه الكبير. كانوا عزاز عليها بزاف، خصوصا خوه الكبير اللي كان سميتو أنطوني. كان بحال خوها لدرجة أنها خدماتو سيفور الخاص ديالها. كانت ديما كتشري لعائلتو الكادوات وكتصفرهم على حسابها وكتصرف عليهم. كتقول كيف ما كان الحال كيبقاو عائلة ولادها، وكتبقى تفرحهم من كثرة ما عزاز عليها. شرات ليهم دار كبيرة في واحد البلاصة اللي زوينة بزاف، سميتها كادوري هيل، اللي كيعيشوا فيها غير الناس الراقيين واللي لاباس عليهم. من بعد ما كانوا عايشين في واحد الدار صغيرة وعلى قد الحال، يمكن هادشي يجيكم بزاف، ولكن افي من كثرة ما كانت ظريفة كيعجبها تفرح الناس اللي قرب ليها، خصوصا انها مع عائلة ولادها كانت كتحاول توفر لهم احسن عيشة. حتى انها شرات لخوه انطوني دار. ومن بعد واحد المدة ابي تعرفت على واحد السيد سميتو كريس، وبعضياتهم تزوجوا وولدوا 2 وليدات، وفي المجموع ولاو عندها 4 ديال الوليدات. 2 وليدات من طليقها و2 من راجلها جديد. واخا تزوجات بقى التواصل بينها وبين طليقها وعائلته، بقات كتصرف عليهم كتجيب لهم هدايا. يعني بقات علاقتها بهم بحال الاول. ديما كانت كتلوح التصاور ديالها معاهم في انستغرام، كانوا كيبانوا فرحانين. ولكن ابي مسكينه ما كانتش عارفه الخطه الجهنميه اللي كانوا كيوجدوا ليها. في شهر 2 2023 وصلت لابي واحد الفرصه اللي ديما كانت كتحلم بها، هي انها تبان على غلاف واحد المجله فرنسيه مشهوره بزاف. المهم جمعت حوايجها وسافرات لفرنسا، وبدات كتنشر الفيديوهات والصور ديالها من مدينة الحب باريس مع أشهر الشخصيات في عالم الموضة. المهم كانت كتحس حققت الحلم ديالها اللي ما كانتش عارفة أبي في هاد اللحظة اللي هي في قمة السعادة ديالها. كاينين الناس اللي كيخططوا كيفاش يقتلوها. نهار 14 في شهر 2 2023 نشرت أبي الصورة ديالها على المجلة اللي مشات على قبلها لفرنسا في انستغرام ديالها، كتبت عليها من هونغ كونغ لمجلة لا أوفيسيل موناكو: رحلتي كنجمة عالمية في العالم الموضة مستمرة،
وفرحانة باللي غادي تحققوا في المستقبل. ونشرت هاد الصورة في عيد الحب، وكانت هذه آخر صورة غادي تنشرها في انستغرام ديالها. قبل ما ترجع لهونغ كونغ كانت متحمسة بزاف باش تشوف ولادها وراجلها كريس. نهار 21 في شهر جوج عيط كريس للبوليس وقال لهم باللي ابي مختفيه من بعد ما مشات تجيب ولادها من المدرسه وما رجعاتش. كانت مولفه هي اللي كتديهم وكتجيبهم كيف العاده، لكن في هذا النهار داتهم وما جابتهمش. وهذا الشيء كان غريب. حاولوا بزاف يتصلوا بها ولكن ما كتجاوبهمش. هادشي اللي خلاهم يخافوا عليها بزاف. بلغ عليها راجلها كريس، وحيت هي كانت لاباس عليها اول حاجه طاحت في بال البوليس انه شي واحد خطفها، وغادي يعيط لراجلها باش يطلب الفلوس مقابل باش يرجعها. ولكن داز الوقت وحتى واحد ما عيط لا لراجلها ولا لعائلتها. وهنا البوليس بداو كيشكوا باللي هذا ماشي خطف عادي، وبداو كيقلبوا فين مشات وشنو دارت في داك النهار اللي مشات تجيب ولادها من المدرسه. من بعد ما شافوا كاميرات المراقبه لقاو باللي اخر بلاصه بانت فيها ابي وهي خارجه من واحد البنايه في منطقه سميتها كاولون. خرجت من هاد البنايه من بعدها طلعت للطوموبيل ديالها اللي كان كيسوقها أنطوني طبعا خطليقها. المحققين بالسربة مشاو لديك المنطقة كادوري هيل اللي عايشين فيها عائلة طليقها باش يسولوا أنطوني حيت هو آخر واحد شافها. بداو كيسولوه ويسولوا عائلته فوقاش آخر مرة شافوها. كلهم قالوا باللي شافوها قبل ما تسافر لفرنسا، إلا أنطوني قال لهم باللي وصلها ملي مشات تجيب ولادها من المدرسة، واخا في الكاميرا بانت ملي ما داهاش للمدرسة. واللي لاحظوا البوليس باللي الهضره ديالهم كانت مقاده بحال الا متفقين عليها، وهادشي اللي كان غريب. هنا البوليس بداو كيشكوا، طلبوا باش يقلبوا التليفونات ديالهم، وفي نفس الوقت كانوا البوليس كيشوفوا اخر بلاصه خدم فيها التليفون ديال ابي. اكتشفوا باللي اخر بلاصه مشات ليها واحد الدار في قريه في مدينه سميتها لانغ ميتسون. الاب اللي كان سميتو كانك وانطوني واليكس كلهم تليفونات ديالهم بينوا باللي كانوا في نفس البلاصه اللي كانت فيها ابي. نهار اختفات وفي نفس الدار. وهنا البوليس اول حاجه جات في بالهم هي يمشيو لديك الدار يقلبوها. ونهار 24 في شهر جوج مشاو البوليس لديك الدار باش يقلبوها، وغير دخلوا تصدموا بداك المنظر اللي شافوا. الدار كيف ما وصفوها البوليس كانت بحال شي مجزره، وملي دخلوا كان الصالون خاوي من كاع الاثاث اللي فيه، وكانت الارضيه والشراجم كلهم مغلفين باكياس نايلون، وكان الدم مرشوش في كل بلاصه. ولقاو ساطور ومطرقه ومنشار كهربائي وماكينه كبيره باش كيصايبوا الكفته. لقاو حتى اللبسات ديال الشتا وماسكات ديال الوجه وليغات كلهم كان مرشوش عليهم الدم. لقاو الصاك ديال ابي فواحد البيت، ولكن اسوء حاجه هي اللي لقاوها في الثلاجه واللي ما يمكنش تطيح لكم على البال. لقاو جوج رجلين ديال بنادم، وحداهم نيت لقاو 12 عامرين بالشرابه اللي المكونات ديالها هي خيزو والبصله والفلفل الاخضر واللحم اللي الشكل ديالو ماشي عادي. اللي داروا ليه التحاليل لقاو اللحم ديال بنادم، ولقاو باللي واحد الكميه مهمه من الشرابه مكيوله. داكشي اللي شاط عليهم هو اللي لقاوه البوليس مخبيينه في الثلاجه ديال الجمجمه ديالها اللي لقاو جزء منها في الشرابه. حتى هي لقاو اثار ديال الضرب بشي حاجه حاده، وكيظنوا انها هي سبب الوفاه ديالها. كاميرات المراقبه اللي قدام ديك الدار صورات راجل هز صندوق بلاستيكي، ومن بعد حطوه في الطوموبيل ديالو وداه لاحو اللي غالبا كان فيه اجزاء المفقوده من جسم ابي اللي ما لقاوهاش في الدار اللي هي اليدين والجذع ديالها. البوليس قلبوا حتى عياو في كل البلايص اللي تما وما لقاوهاش. من بعد ما دقوا في الكاميرات المراقبه لقاو الراجل اللي كان هز الصندوق هو كوانك الاب ديال طليقها. وهنا توضح كل شيء. البوليس مشاو للدار ديالهم باش يعتقلوهم. في الدار لقاو غير الاب كوانك 65 سنه وانطوني 31 سنه. توجهت لهم تهمه قتل ابي، واعتقلوا حتى الام بتهمه تضليل العداله، وكيشكوا بانها حتى هي شاركت معهم الجريمه وبلي هي اللي طيبت الشربه، ولكن ما لقاو عليها حتى شي دليل. الطليق ديال ابي اليكس 28 سنه ملقاوش البوليس في حتى بلاصه، وحتى عائلته ما بغوش يعترفوا عليه، كيقولوا باللي ما عارفينش فين كاين. وبما انه عائله ابي لاباس عليهم حطوا مكافاه ماليه كبيره لاي واحد يعطيهم معلومه على اليكس. وهذا الشيء جاب نتيجه، حيت بعد ايام عيطوا للبوليس كيبلغوا على بلاصه فين كاين اليكس كان في واحد الباطو هربان لواحد الجزيره بعيده سميتها لانتاو. كان هز معاه $5,000,000 صيني وعدد من المكانات اللي كان الثمن ديالهم كيتجاوز 4 مليون دولار صيني، كلهم كانوا هدايا من ابي. من بعد التحقيقات اكتشفوا ان الاب هو اللي مخطط لكل شيء. والسؤال اللي غادي يجي في بالكم دابا هو علاش داروا فيها هادشي كامل وهي كانت مزيانه معاهم؟ السبب هو الطمع.
طمع، حيت ابي كانت قبل ما تسافر لفرنسا قررت ملي ترجع تبيع الدار الكبيره اللي كانت شاريه ليهم في ديك المنطقه الراقيه وتشري ليهم دار اخرى صغيره عليها وفي بلاصه اخرى بثمن اقل، حيت كانت محتاجه لشي فلوس. وهما هادشي بطبيعه الحال ما عجبهمش وما تقبلوش، واخا ما كانوا دافعين فيها حتى شي درهم. في الصين كاين واحد القانون انه الا شريتي لشي واحد شي حاجه واخا تكتبها في سميتو كيبقى عندك الحق تبيعها، حيت انت اللي دافع فيها الفلوس. داكشي علاش قرر الاب هو وولادو يقتلوها باش تبقى ليهم الدار. فاش كانت ابي في باريس كراو هما الدار ووجدوا كلشي باش يقتلوها، بقاو كيتسناو غير فوقاش ترجع باش يستدرجوها لديك الدار. نهار 21 من بعد ما دات بنتها للمدرسه، من بعدها رجعت للدار وانطوني هو اللي رجعها، ومن بعد مشات قضات شي شغل في واحد البنايه، وملي نزلات صورتها كاميرا المراقبه وهي بغات تطلع الطوموبيل ديالها اللي كان سايقها انطوني باش تمشي تجيب بنتها من المدرسه. وتما كانت اخر مره تشافت فيها ابي وهي حيه، حيت انطوني ما داهاش للمدرسه ولكن شد طريق فرعي اخر ودخل في واحد النفق مظلم. ابي استغربات وسولاتو علاش داز من تما، وفي ديك اللحظه بان ليها طليقها اليكس كيتسناهم في الطريق. طلع الطوموبيل بالزربه وضربها على راسها من اللور، ضربها بمطرقه وتما غيبات، غالبا غتكون ماتت. وتما داوها لديك الدار اللي كراو وداروا فيها ديك الحاله. ومن سوء الحظ ديالهم قبل ما يقدروا يتخلصوا من الادله وكلشي البوليس قدروا يوصلوا ليهم. بزاف الناس طالبوا باش يعدموهم ولكن للاسف سنه 1993 لغوا حكم الاعدام في هونغ كونغ، ولكن اقصى عقوبه ممكن ياخذوها هي سجن مؤبد. هادشي بالنسبه للاب واليكس وانطوني. اما الام ممكن انها تاخذ حكم مخفف حيت ما كاين حتى شي دليل عليها، وراجلها وولادها قالوا بلي انها ما عندها حتى شي علاقه بداكشي اللي داروا. وهنا كانت نهايه قضيه ابي. الى عجبتكم القضيه كنتمنى تدعموني باشتراك